مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم معنا حلقة جديدة وكلام جريء. اسمحوا لي أكون موجود معاكم النهاردة بدلا من الزميلة العزيزة أيتن الموجي. إن شاء الله تكون موجودة معاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. السؤال الأهم على الساحة المصرية الآن، تفتكروا إيه؟ 30 يونيو. السؤال الأكثر أهمية واللي مرتبط ب 30 يونيو واللي مرتبط بشكل عام بالفترة الأخيرة من حياتنا في مصر. ليه بقى في اتجاه نحو العنف؟ هل في أسباب أن المصريين بقى في ميل أكتر للعنف؟ هل غياب الأمن بيتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه؟ هل بعض مؤسسات الدولة وبعض رجال الحكم هم نفسهم لم يلتزموا بالقوانين وما يتم الاتفاق عليه من سلطات لجهات مختلفة، وبالتالي المواطن البسيط هو كمان فقد اهتمامه بالأمن وفقد اهتمامه بالقانون، وبقينا في نعيش سلطة الغاب. الأوضاع في مصر والعنف في مصر إلى أين؟ مع ضيفي الكريم النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. 30 يونيو وتخوفات من العنف ومظاهرات للتأييد واستعداد لمظاهرات للمعارضة. كيف ترى المشهد يوم 30 يونيو؟ شوف حضرتك، أنا هقرا المشهد بتاع أول أمس اللي هو حصل فيه حاجتين. اللي هو يوم الجمعة؟ لا، أول أمس اللي هو يوم الحد. يوم الحد. حصل حاجتين. ودول ممكن لازم يعني أعتقد أنهم ممكن هيبقى لهم دور في 30 يونيو. المشهد الأول ما حدث في مقتل 4 من الشيعة في إحدى قرى مركز الجيزة. تأكيدا لكلام حضرتك أن موجة العنف تتصاعد بشكل عشوائي وبين قوسين وغبي. حالة غريبة جدا من حالات العنف والانفلات السلوكي بتجتاح البعض من المواطنين، ما نقدرش ننكرها. وكان يعني ده عرض لمرض موجود اللي هو مشهد المقتل الأربعة دول، للمرض الموجود اللي هو حكاية انتشار العنف في الشارع المصري. أنت كاتب كبير وتعرف وتقدر معنى وقيمة الكلمة. أعتقد أنه لأول مرة في التاريخ المصري على الأقل الحديث يطلع علينا حد ويكفر الرأي الآخر. لأول مرة في التاريخ الحديث يطلع علينا رأي ويقول اللي هيعمل كذا إحنا هنعمل كذا بالدم. يطلع علينا رأي يتكلم عن المعارضة ونقول هنسحقهم مش عارف لا في كذا. التكفير والتخوين، وخصوصا التكفير والدعوة للقتل، المفردات دي الجديدة اللي دخلت واقتحمت حياتنا تحديدا، هل كان ليها دور في تغذية العنف في مصر؟ ما طبعا ده أخطر ما يمكن. أصل أنت النهارده بتتكلم على إيه؟ أنت بتهدر دماء أبرياء زي قصة الشيعة. ما هو الشيعة ديت، ما هتلاقي في الآخر اللي راحوا قتلوا الشيعة دول لإيه؟ قتلوهم ليه؟ قتلوهم هم حاسين إنهم بيجاهدوا في سبيل الله. قتلوهم وهو مش حاسس، وهو ناسي إن اللي قتله ده مسلم، أخوه المسلم موحد بالله ومؤمن برسالة الإسلام ومؤمن بالنبي. ده أهل الذمة، أهل الديانات أيوة. الأخرى محرم قتلهم. ده في خطاب فتح مصر. ما تقطعش شجرة، ما تعملش، يعني ده ما يعني هذا كلام في منتهى الخطورة. وده طبعا لغة الاستقطاب ولغة هدر الدم ولغة التكفير والتخوين اللي ظهرت منذ ظهور بعض تيارات الإسلام السياسي على الساحة. ده كلام في منتهى الخطورة. اسمح لي، البعض يتحفظ على مصطلح الإسلام السياسي وبيقول أنه الأصلح أن احنا نقول اليمين، وأحيانا اليمين المتطرف، لأنه دائما الساق أي شيء بالإسلام للأسف إحنا بسلوكياتنا كمسلمين ممكن نعمل أخطاء كتيرة، لكن ديننا الإسلامي الحنيف أكيد مختلف تماما. عشان كده أنا كنت حريص يعني بقول بعيد عن كل أنا اللي الناس بتقوله أنا ده. بقول بعض مش كل. لأن في عندنا لغة عاقلة وفي ناس محترمة وفي آراء محترمة وفي ناس بتمارس حرية الرأي. لا مش كل الناس طبعا. أنا معاك، بتفق تماما في هذا الكلام. لكن ده كله ساهم في تأجيج مشاعر العنف وحالة الاستقطاب
وبعدين حتى على الجانب الاخر للامانه، ما انت عندك في مثلا الاشتراكيين الثوريين مثلا اللي بيسموهم اشتراكيين ثوريين، يقول لك ده مثلا واحد بيطالب بهدم الدوله. هدم دوله ايه يا عم اللي انت بتطالب بيها؟ هي الدوله دي يا بكم هدم دوله، هتهدم دوله على مين يعني؟ يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها لا، الدول لا تقاس بهذه الامور، مش عارف بعض التيارات المتطرفه الاخرى، فكلام في منتهى الخطوره. نعم. عشان كده باجي بقى لحضرتك للمشهد الثاني من مشاهد 30 يونيو. يعني كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده العنف لازم يكون قدام عينينا واحنا بنتحدث عن 30 يونيو. هل هناك احتمالات للعنف؟ ايوه هناك احتمالات للعنف. هل هناك يعني يمكن ان تكون جر البلاد لسيناريو كارثي؟ يمكن ان يكون جر البلاد لسيناريو كارثي، حتى لو كان هناك فائز على فكره في المعركه. الفائز هو خاسر، لان في الاخر مصر هتخسر. عشان كده احنا مش عايزين كده، احنا عايزين من حق المظاهرات، ان المظاهرات كل واحد من حقه يعبر عن نفسه، من حق الناس تطالب بكل ما تطالب بيها، بما فيها على فكره الدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره، لان ده مطلب ديمقراطي، مش مطلب مش غير ديمقراطي. البعض بيرد على ده يا فندم وبيقول لك انه من اتى بالصندوق لا يخرج الا وما انا بالصندوق. عشان كده ما انا بقول لحضرتك ده مطلب الدعوه الى انتخابات رئاسيه مبكره. لا بيقول لك لا، احنا يكمل فترته الرئاسيه احنا وبعد بنقول كده ايه؟ لان مثلا احيانا في بعض الدول الاخرى كتيره احيانا بيبقى جايب الصندوق وكل حاجه، وبيدعوا لانتخابات رئاسيه جديده او انتخابات برلمانيه على فكره. يعني في دول زي النظام البرلماني رئيس الحكومه لما يبقى في ايطاليا، في اي دول من الدول البرلماني، في اسرائيل، في اي دوله من الدول البرلمانيه، بيجي الحكومه بتواجه مأزق وغير قادره على التعامل معاه، في حاله من الانسداد. بيوصل لايه؟ طيب يا عم تعالوا نلجأ للصندوق ونعمل الدعوه لانتخابات رئاسيه طب او ليه انتخابات رفض الطرح برلمانيه. ده؟ تعتقد ليه الطرح ده مرفوض من ما هو قبل يعني البعض على ما اعرفش، الأقل؟ هم طبعا يعني هم اللي يجاوبوا على مثل هذا السؤال، لكن انا بتكلم بنشرح الحاله ان انا مع اي اختيارات سلميه، وبنحط لان تحت سلميه دي 100,000 خط. لكن اي بقى مطلب اخر مع العنف وبالعافيه، لا، ما فيش حاجه اسمها بالعافيه. ما فيش فصيل يفرض فصيل على رايه، لا الحكومه ولا المعارضه على فكره، ما ينفعش. وما فيش فصيل يتخيل ان هو يقدر يقصي الاخر بالكراهيه، لان هي اخطر حاجه في القصه دي يا استاذ محمد ايه، وده له مردود باللي احنا كنا بنقوله في الاول بالعنف. اللي ولد العنف او احد اسباب الرئيسيه للعنف الموجود في الشارع المصري الان هو التحريض والكراهيه. التحريض والكراهيه في لغه الخطاب السياسي والاعلامي الموجود في مصر. لان مفيش دوله في العالم، انا بتحدى اي زميل او اي مشاهد يجيب لي اي دوله في العالم فيها سياسه تحريض وكراهيه على طيب الاخر. خليني اتوقف بقى يا استاذ عبد المحسن عند النقطه دي، وهي نقطه في غايه الخطوره لانها ترددت كثيرا. وبصراحه من المسؤول عن محاسبه هذه اللغه في وسائل الاعلام المختلفه؟ بمعنى اللي بيطلع على شاشات التلفزيون أو في أي وسيلة إعلامية سواء كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة ويحرض على القتل ويكفر الآخر ويدعو لإراقة الدماء ويتكلم يقول لك قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، أي حد بيتكلم باللغة دي من المسؤول عن محاسبته ومن المسؤول عن إيقافه قانونيا؟ اكيد شوف حضرتك، لازم اولا قانون، لازم القانون طبعا، مش عايز ايوه يعني ايه القانون؟ يعني بس احنا يعني كلنا استاذ عبد المحسن كلنا بنشوف ده على شاشات التلفزيون وفي وسائل الاعلام المختلفه. مسؤوليه مين ان يطلع حد يحاسب هؤلاء من ايا كان طرفه واتجاهه؟ هي الموضوع شائك اصلا، للاسف الموضوع شائك، وانا بتكلم هنا بقى بوصفي صحفي واعلامي. الموضوع شائك، ما انت لو غلظت العقوبات القانونيه هتيجي تقول لك انت بتضايق على حريه الراي. لا لا، حرية الرأي شيء وتكفير والدعوة للقتل والكراهية ده شيء عشان آخر. كده لازم يبقى فيه آن الأوان إن يتعمل ميثاق شرف إعلامي للقنوات الفضائية والإعلامية والتلفزيونية اللي بتبث كراهية دي بجد، يبقى ميثاق بجد ما فيهاش لا لغة تحريض لا ديني
ولا تحريض على ولا عنف ولا اي ولا طيب مفيش. ده الإعلاميين، أنا بتكلم على الضيوف اللي بيطلع يحرض على القتل أو يحرض على الكراهية أو ما يحرض هو على إراقة المسؤول، الدماء. القناة اللي بتستضيفه دي هي المسؤولة. مين ما المسؤول هو إنه يحوله ويحاسبه يا قانونيا؟ فندم القناة اللي بيطلع فيها هذا المحرض، القناة مش جهة تحية يا أستاذ لا عبد المحسن. القناة لا تتحمل مسؤوليتها، ما بقولش حق معاه، تتحمل مسؤوليتها. حتى لو وصل الأمر إلى إغلاق مثل هذه القناة لازم يتم إغلاق هذه القناة بالتعويض العواقب. طب خليني أسأل حضرتك اتفضل. بسؤال بشكل آخر، وأنا هنا بتكلم على التحريض أو القتل من الطرفين أو أي طرف مهما كانت حيثياته. القانون هل في محاسبة على التحريض على القتل، التحريض على الكراهية، طبعا التحريض على العنف؟ طبعا في عادي على فكرة طبعا. امال ايه؟ طب فين؟ تعرف حضرتك لما بتحرض على قتل واحد، يعني تعالى نتكلم في الجرائم العادية. سين حرض صاد على قتل عين. كويس. سين حرض صاد على قتل عين. سين وصاد مشتركين في الجريمة، يعني في جريمة رجل أعمال شهير، ما هي دي هي مرتبطة بعضها، بس مش عايزين نقول أسماء في بعيدا عن الأسماء. هو عوقب ليه ومحبوس حاليا ليه؟ مش هو اللي قتل، لأنه حرض على القتل. حرض صاد اللي راح وقتل الفنانة إياها. فهو اللي حرض، فهو مسجون الآن، وكان واخد نفس عقوبة القاتل. أيوة، الإعدام، كانوا الاثنين واخدين إعدام وتم في يعني يتحمل المسؤولية طبعا كاملة. طبعا مش عايزة كلام، أمال أنا بقول له جاوب لحضرتك. يا أستاذ عبد القانون في كده. طيب. أن المحرض هو نفس القاتل، نفس عقوبة القاتل. طيب أنا يا أستاذ عبد المحسن، يعني أنا راجل معايا فلوس وغني وعايز أتخلص من واحد، بروح أدفع لواحد قرشين عشان يقتل فلان، اللي خد القرشين ده هو اللي ياخد إعدام وأنا أقعد؟ لا، هي نفس القصة. أنت النهارده لما بتحرض على قتل سياسي، بتحرض على قتل إعلامي، بتحرض على قتل مسؤول، بتحرض على قتل مواطن مواطن في الآخر ما أنت لك نفس العقوبة. طيب والقانون في كده. ما هو اللي بيتفرج علينا هيقول لحضرتك أنا كمشاهد قاعد في البيت بتفرج، بشوف سين طالع يكفرني، وصاد طالع يدعو للقتل، وعين طالع يقول اللي هيرشنا بالمية هنرشه بالدم، وصاد طالع يتكلم عن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وواحد تاني بيدعو لهدم الدولة بالكامل، وشايف الناس دي ماشية من غير حساب. ما هو ده الغلط بقى، عشان كده كله لازم يتحاسب، ولازم يبقى فيه تهمة التحريض دي موجودة وثابتة. وعلى كله، وعلى فكرة مش هم بس، في هناك أطياف سياسية أخرى بتدعو للتحريض وبتدعو للعنف. للأمانة أنا بتكلم على الجميع، على الجميع. الحالة العامة الموجودة، عشان كده ده الخطورة هنا على 30/6 وسيناريو 30/6. سيناريو 30/6 أنا يوم الأحد الماضي شفت المشهد الثاني بقى اللي أنا قلته لحضرتك في بداية الحوار، واللي أنا بأرجو أن يتم تفعيله. حينما خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسي في أثناء المحاضرة اللي كان بيلقيها في معهد الخاص بالقوات المسلحة، ودعا إلى المصالحة، وأعطى أسبوع للقيادات السياسية من أجل أن يتم إيجاد حل الأزمة. أنا بأرجو أن يتم تفعيل هذه المصالحة، وأرجو أن يتحمل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لأنه هو اللي طرح المبادرة مش إحنا اللي طرحناها، وأرجو أن يستكملها، وأن يدعو كل الفرقاء السياسيين ويضع حل للأزمة في مصر، لأن فعلا هناك وضع ملتهب. وفي السياسة على فكرة بقول للسادة المشاهدين عشان ما حدش يخدعهم، ما فيش فوز بالضربة القاضية في العالم كله كده، ما فيش فوز بالضربة القاضية، كلام واضح. في فوز بالنقاط. هل ده واصل للأطراف السياسية اللي موجودة في مصر؟ للأسف مش واصل، ولا واصل للشارع كمان، لأن برضو ده نتيجة حملات التحريض. أيوة، ما هو الشغل التحريض شغال. لا، لازم نستأصل دول، لازم نقتل دول، لازم نخلص على دول، لازم دول. لا، حالة من حالات بس الكراهية والتحريض من كل الأطراف. طيب أستاذ عبد المحسن، أنا سامع حد من مشاهدينا بيقول لحضرتك كانت هناك مبادرة سابقة من الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وللأسف المبادرة لم تكتمل لأن في جهات ما كانتش عايزاها تكتمل. أيوه حصل، وحزب الحرية والعدالة اللي أفشلها. لكن نحن الآن في مأزق خطير جدا، وعلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لأنه هو اللي طرح هذا الكلام، لا حضرتك ولا أنا اللي طرحته.
اول امس. ودي كانت بارقه امل، وانا شايفها انها بارقه امل هائله وطاقه نور، ارجو ان نستكملها، لان احنا كلنا ماشيين عاملين زي اللي بنتهادى كده الى المذبح. ربنا يستر. طبعا، لان المساله هتبقى فيها ايا كان خساره، البلد مش مستحمله. انا مسمي وضعنا في مصر حاليا عامل زي ورقه الكلينكس. ورقة الكلينكس. مصر مثل ورقه الكلينكس يعني ضعيفة جدا. ورقيقة بص حضرتك، احنا في يناير 2011 كان عندك 36 مليار دولار احتياطي. الان ماذا لديك؟ لديك 13 مليار. 13، لا مش 13، هنتكلم بقى بجد. انت ما عندكش اكتر من يمكن مليار او 2 مليار، لان ال 13 دول مش بتوعك. 13 دول ودايع. ايوه، دول عليك. دي فلوس عليك مش بتاعتك، دي ودايع. لكن انت كان عندك ما يقرب من 37 مليار دولار موجودين، قدروا يشيلوك الفترة اللي فاتت دي كلها، وكانت لسه مقاومات الدولة والمطالب الفئوية والكلام اللي حصل ده كله ما كانش حصل. كانت لسه الأمور ماشية. أنت الآن في وضع مثل ورقة الكلينكس تماما. فلازم من حل. عشان كده بأطالب وبجدد دعوتي للفريق أول عبد الفتاح السيسي، اللي هو أطلق مبادرة وطاقة نور أول أمس، أن يستكمل مبادرته ويجمع الفرقاء ونشوف حل للأزمة، حل يرضي كل الأطراف. ما فيش حل هيرضي كل الأطراف، عشان بس ما حدش من المشاهدين يقول إيه حل وسط. ما فيش حاجة اسمها حل وسط. لأن هي سياسة كده. السياسة كده، إن احنا نوصل لحل وسط. حل وسط يحقق المصلحة العامة. هيرد على حضرتك حد ويقول لك احنا تاني هنرجع للجيش علشان هو اللي يعمل لنا مش عارف ما ايه. انا ما قلتش الجيش يمسك، وتكون في تخوفات. لا انا البعض بيتخوف حتى من تدخل الجيش للحلول. لا، ما هو اللي بيتخوف من تدخل الجيش للحلول ده، وده كان يمكن السبب الرئيسي في المرة الأولى لإفشال ما أنا المبادرة. اللي هيتدخل من تخوف من إدخال الجيش للحلول هقول له لا، لأن البديل الثاني إن الجيش هيتدخل وقت اللزوم، يتدخل بشكل نهائي، وده مطلب برضو احنا مش عايزين نوصل إليه. لأن دعك بقى من بعض المطالب اللي أنا برضو مش عايز أسفهها، لكن هي مطالب بتفتقد الى القوام. ان انا مش عارف اقول هعمل مجلس رئاسي وهعمل، لا انت ما عندكش بديل غير الجيش. هنتكلم بقى بجد. ليس لدينا بديل الى الجيش، وليس هناك بديل حد هيقبله او الاغلبيه من الناس هتقبله الا الجيش. وبالتالي اذا كنا بنتحدث، ما هو الافضل من ان احنا نوصل للنقطه دي ايه؟ ان احنا نقعد الاول ونوصل لحلول تجنبنا مثل هذا المأساة. في نص دقيقة لأن وقتنا خلص سريعا مع حضرتك، في نص دقيقة إيه هي الحلول الوسط اللي ممكن تكون مرضية للجميع وللشعب في نفس الوقت؟ بص، ده كلام أنا ما أقدرش أفرضه. لا يعني وجهة نظر حضرتك. لكن أنا معتقد إن إحنا لو اتعمل الاجتماع وتم فيه الموافقة على حكومة، تشكيل حكومة برئاسة، المهم برئاسة شخصية محايدة ومشهود لها بالحياد أو مقبولة. واعتقد ان في كلام حوالين فكره كمال الجنزوري، لان كان جبهه الانقاذ قد طرحته قبل كده. اعتقد ان النظر في فكره اعاده النائب العام وترشيح نائب عام جديد، اعتقد ان ممكن حكايه تشكيل لجنه قانونيه بحته بصفتهم من عمداء الكليات، من اساتذه القانون الدستوري، نقول لجنه كده 30 واحد بصفتهم ما لهمش دعوه بالسياسه خالص ولا من اي حزب، لجنة قانونية لإجراء التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور. أنا بتصور أن هذا مرضي لشريحة كبيرة من المواطنين. إحنا بنتمنى أن نخرج من هذا المأزق، لأنه في النهاية كلنا في مركب واحد، لو صارت ونجت بتنجو بنا جميعا، ولو لا قدر الله حصل أي شيء كلنا سنهوي إلى الهوية. بالتأكيد إحنا مش عايزين ده. أستاذ عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، شرفتني. الشكر موصول ليكم مشاهدينا الكرام. بنتمنى ان كلامنا اللي قلناه النهارده يجد اذانا صاغيه، ودايما من يجلس على كرسي المسؤوليه يدرك ان هذا الوطن كبير باهله، كبير بتاريخه، كبير بناسه، وان مصر اكبر من الجميع، وعلينا جميعا ان ندرك ذلك وندرك هذه المسؤوليه. اشكركم على حسن المتابعه، القاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. لكم تحياتي محمد عبد المنعم.